السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة. ويلا نبدأ الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة إيجابية، ونشوف أكلنا النهاردة هيروح لغاية فين. هيروح في حتة تانية خالص، والله العظيم في حتة تانية خالص. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. مبدئيا كده أنا النهاردة هعمل الأكلة. بصوا الجو حر ومش عايزين نقف في المطبخ كتير، فده سلاح الأم المصرية في وقت الأزمات لازم يطلع. هو نص كيلو البانيه هاتيه يا ست الكل. والنهاردة هنعمل له كده بتركات وحركات ممرومة حاجة كده اللهم بارك. معانا بصلاية هنبهرها بملح وفلفل وليمونة، توم باودر، بصل باودر، حبة بابريكا، يعني كده بصوا البهارات اللي تيجي على بالك يا ست الكل حطيها. ونحط حبة دبس رمان، ونحط شوية خل ومعلقة من الزبادي، تمام، عشان تطرلنا البانيه كده وتخلي له كده تيست كده حلو. ونبدأ نبهر البصلة بتاعتنا حلوة قوي. تمام. معانا نص كيلو من البانيه، طبعا مغسول بالدقيق والليمون ومتصفي تماما. ومعانا كده مشايلينه في التلاجة، هنطلعه بقى ننقعه في الخلطة اللي عملناها الجبارة. تمام. اللي وصلت معايا لغاية هنا وأول مرة تشوفني ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وكومنت حلو منك لو أول مرة تشوفيني. ولو عجبك الفيديو لايك وشير مع أصحابك عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، فضلا وليس أمرا. تبلنا البانيه، خلصنا البانيه نحطه بقى في التلاجة لغاية ما نعمل المكرونة. هنجيب حلة على النار فيها حبة زيت، حبة ملح، ونبدأ نعمل المكرونه بتاعتنا. بصوا دي مكرونه شرايح، انا مش هعمل مكرونه بس سباكيتا، هغير النهارده وهخليها شرايح. النهارده وانا راجعه من الشغل، انا الاكل ده كنت عاملاه يوم الاربعاء، وانا راجعه من الشغل جبت 3 كيلو طماطم ب10 جنيه. الطماطم دلوقتي في السوق تحفه جدا جدا جدا، واللي عاوز يخزن ورق العنب واللي عاوز يخزن الملوخيه. بس انا بخزن ورق العنب بس، انا ما بخزنش ملوخيه بأمانة الله. يعني الملوخيه ملوخيه يعني خضرة، ملوخيه يعني تتخرط، ملوخيه يعني نعملها في وقتها. انا ما بحبش خزين الملوخيه. هي بتنفع وقت زنقات، بس يعني مش بحب اخزنها. بحب اخزن ورق العنب. ان شاء الله نخزن مع بعض ورق عنب بطريقه كده ما بغيرهاش، معتمده بتاعت زمان كده زي امي، وهوريها لكم في فيديو ان شاء الله. ضربنا الطماطم بتاعت المكرونه بتاعتنا، صفيناها. طبعا المكرونه بيصفي لها من دون بدون بذر وبدون قشر. تمام. الميه غلت معايا، نبدا ننزل بالمكرونه. الشرايط بتاعتنا سليمه، تمام، ودي بتفرق طبعا في الاكل وفي الشكل. عفوا. ونبدا نجيب فص من التومه وننزل بالماده الدهنيه اذا كان زيت او زبده، تمام، اللي عندك بيه ومتاح اشتغل بيه. نقلب المكرونه، طبعا حاطين الملح وحاطين الزيت بتوعنا والتومه. هنا التركات اللي هنعمل بيها صلصة المكرونة عشان ولادك ينبهروا بيها. التومة حطيناها لونها الصفر، ريحتها طلعت عليكي، ما تحمريهاش اكتر من كده. انزلي بمعلقة صلصة من المكرونة موجودة في السوبر ماركت، وبعدين هننزل بمعلقة خل صغنونة ومعلقة سكر. تمام. دي التركات اللي هتاخد صلصة المكرونة بتاعتك وتروح في حتة تانية خالص. والله العظيم في حتة تانية خالص. اعملوها بالطريقة دي هتطلع معاكم اكتر من رائعة. نغطيها والمكرونة بتاعتنا شغالة حلو. تعالوا بقى نعمل الكفر بتاع البانيه. طبعا البانيه كده قعد معانا حبة حلوين في التلاجة بتاع تلت ساعة كده. نجيب بقى معلقة كبيرة من الدقيق، تمام، خليكم معايا واحدة واحدة. معلقة كبيرة من النشا، تمام كده. التركاية التالتة بقى معلقة لبن بودرة، هتاخد التتبيلة بتاعتك وتروح في حتة تانية خالص. والله العظيم جربوا بس. ومعلقة كبيرة من البقسماط. تمام. هنحط ايه تاني؟ هنحط حبة البركة. انا بحب احط حبة البركة، بزود القيمة الغذائية لولادي، لان الولاد ما بيحبوش حبة البركة، فانا بدخلها لهم في البانيه عشان ياكلوها. تمام. معايا بيضاية فيها ملح، حطيت ملح، حطيت فلفل. هنزل بقى بالبانيه بتاعي على البيض، بيضاية واحدة بس. تمام.
نقلب بقى حلو قوي كده البانيه بالبيض، ونبدأ بقى نحط البانيه بتاعنا في الكفر اللي احنا عملناه. الكفر دقيق، نشا، لبن بودرة، حطينا معلقة من البقسماط كبيرة، حطينا حبة البركة، فقط لا غير. عايزه اقول لكم ان هو اكتر من رائع، والله العظيم اكتر من رائع. اخلص الكميه بتاعتي كلها ونرجع نحمر مع بعض البانيه بتاعنا النهارده. اكتر من رائع. جربي بتريكات وحركات. انا عارفه ان اليومين دولت الجو حر جدا ومش طايقين نفسنا كلنا ولا طايقين المطبخ من السخونيه، وربي يحفظنا من نار جهنم، وندعي كتير 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 ربنا يخفف عنا ويدينا الصحة ويدينا العافية ونقدر نكمل، لأن بجد والله العظيم الموضوع صعب، الموضوع صعب يعني كل حاجة بقى انتوا عارفين. نبدأ بقى نبهر. أنا كده الصلصة بتاعتي اتبهرت، ما بحط لهاش أي ملح ولا بهارات إلا لما تتسبك بالطريقة دي. حطيت لها ملح، حطيت لها فلفل، فقط لا غير. تمام كده معايا، تمام كده معايا. المكرونه بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك استوت. هنصفيها تمام، وهنبدا ننزل بالصلصه على طول. تمام كده، تمام كده. كيس المكرونه معايا خد 1.5 كيلو من الطماطم. تمام كده. نبدأ بقى نقلب المكرونة بتاعتنا في الصلصة الجبارة دي، ونقلبها، ونبدأ نحمر البانيه بتاعنا، ونحط الزيت بقى يسخن عشان نحمر البانيه بتاعنا. ويا ست الكل، وهتشوفي معايا البانيه لا هتفك منك، والتست والطعم بتاعها هيبقى في حتة تانية. واللي بتشتكي ان الكفر بيفك وبصوا، في تريكات كده وخطوات لازم نمشي بيها في المطبخ، لان الحاجات دي بتفرق في الاكل. هتحطي البانيه في الزيت زي ما حضرتك شايفه، ما تقلبهوش نهائي تماما الا لما تحسي ان هو خد اللون الذهبي المطلوب بتاعك. تمام، اتفقنا. حطينا البانيه في الزيت، ما نقلبش نهائي خالص، ولا تفضلي تحركي فيه وتحطي يمين وتحطي شمال. لا، انت حطيتي البانيه في الزيت خلاص، ما تقلبيهوش تاني. تمام تمام. دي من العوامل اللي بتنجح معاكي الكفر بتاع البانيه بتاعك. تمام كده، تمام كده. رغم ان هي مكرونه وبانيه، بس لو اشتغلتي بيهم بالتركات واتقان وتمعن هيطلعوا معاكي تحفه 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 تحفه. اللهم بارك. تمام تمام كده. البانيه بتاعنا بسم الله ما شاء الله خد لون. ابدا بقى انقله على الوش التاني. تمام، ما تحركيش فيه خالص. خلاص اتفقنا، اتفقنا. يبدأ بقى ياخد لون من الناحية التانية، ونبدأ ننشله ونغرف مع بعض، ونشوف المكرونة والبانيه بتوعنا النهاردة راحوا لغاية فين. انتوا بقى اللي تقولوا راحوا لغاية فين، واللي وصلت معايا لغاية هنا تدعمني بكومنت حلو منك صغير. ولو عجبك الفيديو شيريه كتير قوي 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 مع أصحابك، فضلا وليس أمرا. وربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب جميعا وتعملوه ويعجبكم. نبدأ بقى نقلب المكرونة بتاعتنا بالصلصة الجبارة. تمام، وكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو معاكم. وده كان يومنا وده كان غدانا، اختصارا كده للوقت والحر وللأزمات ده. بصوا الأكلة دي هسميها أكلة الزنقات والأزمات في الجو الحر ده، عشان ما تقفيش في المطبخ كتير. بس يا ست الكل، ما أصل أنا بحبكم والله العظيم، بحبكم كتير 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 كتير، وبتوحشوني كتير 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 من الفيديو اللي فات للفيديو ده. اقول لكم ايه بقى في الجمال اللي عدى الكلام. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، البانيه طالع كريسبي، الكفر من عليه مش مفكوك، وبيفضل لو قعدتيه كده لتاني يوم والله العظيم بيفضل زي ما هو. تمام تمام. طبعا بقى كله واقف عايز يتغدى. طبعا احنا كان عندنا امتحانات، ويا رب يا رب يجعل في ولادكم الصلاح والفلاح، ويجعل الايام الجايه الامتحانات تكون سهله. ودعوه مني ليكم من القلب، عشان انا بحبكم كتير قوي 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 قوي. خلصنا بقى البانيه، وتعالوا نغرفه مع بعض ونشوف شكله. معانا كده بقدونس، ما تكتريش. ها، ما بحبش البقدونس كتير. ها،
ولا فك مننا ولا حاجة. البانيه اهو اعملي عليه بالسكينة كريسبي اهي وسخنة. اكيد بقى هنا سمعتوا صوت القرمشه وانا باكل، وعايزه اقول لكم ان اللبن البودره هنا كان عامل اساسي في طعم البانيه بتاعي، والنشا والدقيق والبقسماط خلاه في حته تانية خالص. يلا نغرف مع بعض بقى ونشوف طبقنا ونشوف اكلنا طعمه ايه النهارده. يلا بينا يلا بينا. نرش بس رشة ملح وفلفل بسيطة كده، أو فلفل بس بيخلي المكرونة وتركاتها في حتة تانية. يلا نغرف وندوق. عايزة أقول لكم هنا بقى إن أنا برفع المكرونة كده وتحس أكنك سلاسل ذهب بتنزل معاكي، والله العظيم وحياة ربنا زي ما بقول لكم كده، والريحة خطيرة. نجيب شوكة ونجيب سكينة وندوق البانيه بتاعنا ونشوف أخباره إيه بالقرمشة والطعم. طعمه خطير والله العظيم، طعمه تحفة ورائع. أقول لكم بقى باي باي، وفي حلقة جديدة من عائلة ماما روما. واللي وصلت معايا لهنا ما تبخلش عليا بكومنت ولايك جميل واشتراك في القناة فضلا وليس أمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي. رايحين فين؟ اللايك والاشتراك والكومنت الحلو منكم. سلام.